اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا قمة العاصمة. النهارده يوم جديد وضيفة جديدة. النهارده الضيفة مختلفة معانا النهارده. طبعا احنا اختلفنا او اتفقنا في لغة واحدة بس اللي احنا بنتفق عليها، سواء كنت اجنبي او كنت مصري او كنت عربي. طبعا هي لغة الفن. لغة الفن يعني اتحاد كده، كل الناس كده. لو انت جبت صورة فنان بتقول له ايه دي، الله دي جميلة قوي، بس مين الفنان، مين اللي رسمها ما نعرفش. المهم ان الصورة طالعة جميلة، سواء كان الفنان مصري عربي او روسي، زي الفنانه الجميله اللي معانا النهارده. اهلا بيكي. اهلا بس اهلا ويلكم تو بك. ايجيبت. اهلا بصي وسهلا بقى، بك. هنتفق على حاجه. احنا النهارده قاعدين كده قاعده مع بعض، هنعرف الناس المشاهدين الفنانه الجميله اللي بتيجي من روسيا وتيجي من شرم الشيخ، بتحضر معارض وترسم، والفن بتاعها الجميل المبدع. هنتكلم، انت هتتكلم عربي مكسر وانا هتكلم انجليزي مكسر يا جماعه، عشان انا بس ايه معروف. ماشي. صباح الخير عليكي. صباح صباح الخير. الخير على الفنان الجميل اللي أهلا. نقدر نقول فنان طبعا. ليه؟ لان هو يعني زوج فنانه، فاكيد طبعا انت عندك لمسات فنيه، عندك رؤيه. لما هي بتعمل صوره حلوه ولا حاجه انت طبعا حقيقي اكيد بتديها رايك، طبعا بيبقى ده حقيقي فن برضه. حقيقي ماشي. طبعا طبعا. رجل الاعمال النهارده معانا استاذ حاتم سليمان. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا شرفتونا بحضرتك. النهارده في قمه العاصمه وفي مصر كلها. شرفنا بيك، اهلا بيك. نسال بقى اسئلتنا الجميله للفنانه الجميله. انا مبسوطه جدا أي. انا معك النهارده. ايوه تمام، قولي. كملي، انا عايزه اسمعك. خلاص. اهلا بس اهلا بك. اهلا بيكي. الفنانه الجميله الروسيه اللي عملت بصمه النهارده يعني في القاهره. مفيش معرض انا بروحه الا لما بلاقي ألينا سليمان موجوده في المعرض. انت بداتي منين مشوارك؟ من روسيا ولا من القاهره؟ انا درست ارت في روسيا طبعا. بس في حاجات كتير في مصر inspired me for art. مثلا في Islamic art وفي pharaonic art وفي حاجات كتير كتير كده. طيب بداتي يعني جيتي المعرض بعد ما عملتي مثلا معارض هناك في روسيا، ولا كان اول مشوارك من القاهره من مصر؟ من ايجيبت يعني. في القاهرة أنا عندي معارض كتير. أنا رحت معارض كتير، وفي سولو معرض في البيت الروسي في الدوكي. برضو قاهرة ومرة واحد تونس. إن شاء الله سنة جاية في إيطاليا. ان شاء الله. طبعا انت متواجده في كل مكان وبفنك الجميل. اللي انا ملاحظاه كمان انك انت بتحبي ترسمي الحاجه اللي هي الاصاله، الحضاره، اللي زي ما هنشوف طبعا في التقرير اللي هنعرضه. دايما رسوماتك مختلط عليها كده الروح الحضاره طبعا الفرعوني. والفرعوني، صح؟ ده حقيقي. طبعا احنا بقى هنسال حضرتك طبعا كل الدعم لحضرتك، طبعا انك انت بتساندها. وفي طبعا على طول فمفيش معرض بروحه الا لما تكون حضرتك ساند الفنانه. طبعا شيء جميل جدا ان يكون راجل مصري اصيل ساند طبعا الست بتاعته. هو الحقيقه طبعا انا عجبني جدا الرسومات بتاعتها واللمسات الفنيه، وحتى طريقتها في عرض الحضاره الفرعونيه. لمستني انا شخصيا ان هي بتحاول بتمزج ما بين الرسومات الحضاره الفرعونيه والعصر الحالي، العصر الحديث. ده انا لاحظته فعلا. فدي وكمان لما انا كنت بنزل معاكم في المعارض باجي عايزه هي تشرح لي الصوره، الاقيك انت فاهم هي بتعمل ايه وتقول لي دي لحظه ما كانت في سقاره، لحظه ما كانت رسمه وجه واحده روسيه حطيتها على صوره حد هنا كفرعوني برضه. فانا ملاحظه انك انت عارف التفاصيل يعني. وهي يعني بترسم بتاخد رايك بقى، بتقول لك ايه رايك ارسم على طول على طول. اصلا عايز اقول لحضرتك ان يعني شوفي، انا مصري اهوت، لكن ومدرك طبعا مدى جمال الحضاره الفرعونيه لكن انا ما بداتش اخد بالي من التفاصيل الدقيقه الفعلا مبهره الا لما بدات لينا تلفت نظري للحاجات ديت. لما كنا بنروح نزور المعابد او المتاحف، كنت بعدي عليها كده مرور الكرام، ما كنتش. هي كفنانه بقى هي بقى فنانه رؤيه بالظبط، الفن كده بتروح تقول لك دي انا هرسمها. بالظبط صح؟ بالظبط. يعني فبدات فعلا تلفت نظري الحاجات ديت، واثناء ما هي بترسم اللوحه
بتقعد توريني مراحل تطور اللوحه بتاعتها، وانا طبعا بديها رايي كمتفرج عادي او كواحد بحس بس برضو اكيد بالاستمراريه بقت عندك رؤيه بدات اخد فنية. بالي بقى بالظبط من التفاصيل الصغيره من الشغل بصراحه مبهر جميل جدا. طب اختياراتك في الالوان، انا برضو ملاحظه اختياراتك في الالوان بتبقى مبهجه كده وبرضو طاغيه على اللون الاصفر. ايوه صح؟ صح. انا بلاحظ كده في كل صوره. انا بحب رسم ناتشورال كده، ناتشورال طبيعي. علشان مصر عندي كتير شمس، كتير ذهب، كتير صحراء، وعلشان كده علشان كده عندي الطبيعه انت مياله للطبيعه، مياله للطبيعه. طبعا ده برضو بيظهر في رسوماتك يعني. انا شفت بنفسي بصراحه يعني. صح بتظهر فعلا الجمال. طيب احنا في تقرير طبعا عن شغل الفنانه وعن المعرض. احنا اخر مره كنا فيه اللي هو مجمع الاديان، طبعا كنت عامله شغل جميل جدا فيه، وفي بعض الفنانين برضو المشاركين في معرض لمسات كان عامل دور حلو قوي، وكان فيه شغل، وكان يعني نقول هو كان موصل لحاجتين، الفن، وكمان بنقول يا جماعه احنا الحضاره بتاعتنا اهي بالظبط، مفيش حاجه هتاثر علينا حتى لو في مشاكل خارجيه، لا احنا موجودين. والفن كان بيوصل رساله في اليوم ده، ان احنا بنقول احنا موجودين في ارض مصريه وحضاره مصريه، وسواء بقى اختلفنا اتفقنا، لا احنا موجودين، مفيش مشكله هتاثر علينا مصر ولا على الفن. صح كده؟ احنا هنطلع تقرير وهنشوف التقرير معانا وهنشوف بقى الفن الجميل اللي انت وريته لي بنفسك يعني. هنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني. لينا سليمان مشاركه بيها في المعرض. اللوحه يعني برضو مدخله هي فيها يعني في دي لوتس تقريبا، صح كده؟ البردي واللوتس ودي. This kind of birds I take from the Saqqara temple. It's all these scenes, like even this one, that the animal took the little one from the nest and the parents attack it. So the main idea, main concept of this picture, it's like a life, the name of the picture, Life on the Nile. So هي ان هي لما زارت سقارة فكان في جالها الهام للفكره ديت، واخذت الفكره بتاعت الطيور المرسومه ديت من زياره بعض المقابر اللي في سقارة وبعض الاماكن اللي هناك، واخذت الفكره بتاعت ان ده الحيوان دوت بيخطف البيبي الصغير. دي كانها شافت حاجه حيه، شافت بالظبط كده. حييكي والاب والام بتوع البيبي الصغير دوت نازلين بيدافعوا بقى عنها. فهي دي الفكره دي هي اخذتها من رسمه معينه كانت في سقارة الهمتها الفكره دي. طبعا back ground is the main source of the life in Egypt, so it's like خلفيه الصوره طبعا نهر النيل اللي هو مصدر الحياه في مصر ومنبع الحضاره من 7000 سنه حتى الان. هي عامله نهر النيل في الخلفيه بالظبط. связь прошлого времени и настоящего времени. Ну, наверное, вот так вот это сейчас. Мы тоже хотели бы вас поблагодарить. Это простая бумажка, конечно, в рамочке. Для меня очень-очень важно. Иногда она, так скажем, сделана, не иногда, мы ее делаем с чувством благодарности. И надеюсь, что вот, где бы она у вас находилась, когда вы ее будете видеть, всегда будете вспоминать настолько теплые воспоминания о нас будет. طبعا ما يفوتش عنه اي نتيجه تشكيليه صوره في المكان ده وفي التاريخ ده
دايما يا استاذه زينب، ثانك يو على الانترفيو الجميل ده، وان شاء الله معاكي دايما. مشاركتك النهارده في مجمع الاديان والمتحف الفكري دي رساله فنيه بتوجهيها فعلا ان انتوا بتقولي احنا موجودين ومفيش اي حاجه بتاثر في الفن ولا بتاثر علينا. طبعا بالعكس، ده انتوا يعني الحمد لله احنا في مصر عندنا بلد الامن والامان، الدنيا شغاله كويسه جدا. السياحه هي احد الموارد الاساسيه طبعا المصريه، واحنا دي مهمتنا كفنانين ان احنا نحافظ على استمرار الفن واستمرار السياحه والحركه عاديه جدا وانتاج الفن واكثر من رائع. والفن رساله، واحنا بنوصل رساله للعالم كله بنقول لهم احنا موجودين وهنفضل موجودين. ده اكيد طبعا غصبا عننا كل احنا موجودين. مبروك على الشهاده، وطبعا دي يعني انت يعني كل مره بيكون في تكريم بنت الشهاده لآية نجيل اللي هي بتقول الفن بتاعها موجود وانا موجود. الحمد لله، ده من فضل ربنا عليا، وثانك يو. انتوا دايما وشكوا حلو ده. انت الفن الجميل ودايما يا رب في تألق ونجاح. ميرسي حبيبتي، شكرا. كتير بالشكل ده. ولو ورجعنا لكم بعد الفاصل والتقرير الجميل اللي احنا لسه شايفينه والشغل العالي اللي الروسية عامله لنا النهارده. طبعا شيء جميل جدا. زي ما انا كنت لسه بقول دلوقتي، الصورة باينة ملامح فعلا حضارية، وطبعا حضرتك برضو مسكت الصورة يعني وفصصتها بالظبط كده. يعني ايه كأنك انت اللي راسم، صح كده؟ لان انا بصراحه مؤمن جدا باللي بتعمله وعجبني جدا. مع ان انا عايزه اقول لكم على حاجه، استاذ حاتم رجل اعمال شغله بعيد خالص عن الفن. استاذ حاتم عنده شركه غطس في شرم الشيخ. يعني يا جماعه اللي عايز يدخل ويعوم اهلا وسهلا طبعا. اهلا يشرفونا. شغله طبعا بعيد خالص بعيد خالص. بس هو على فكره ما نقدرش نقول بعيد خالص، لان الغطس فيه جمال والوان طبيعي بالظبط، يعني ليها علاقه بالفن برضه. ما انا بقول روح فنان. بالظبط. طبعا انا شايفه طبعا شغلك ما شاء الله. في بقى مؤتمرات تانية، في معارض تانية ناويه تخشيها ان شاء الله كده وتدخليها كده في 2024؟ ان شاء الله قريب، شهر يناير انا جاي في مؤتمر اسمه حصاد 23. تبع نقابه الاعلام. انا معاك. تشرفينا تنورينا ان شاء الله. وايه تاني؟ في معارض تانية، في مثلا انت عملتي لوح تانية فنيه داخله بيها في المعرض ولا حاجه مثلا؟ ان شاء الله انا جاي مع ان شاء الله جديدة. ان شاء الله. طيب الفن بتاعك دايما زي ما انا قلت يعني حضاره، عملتي حاجه تانية غير الحضاره؟ يعني مثلا جبتي مثلا الاستاذ حاتم ورحت مصوراه كده وعملتي له بورتريه حلو؟ ان شاء الله. صح كده؟ ايه رايك في الفكره؟ صورتني مره على غفله وانا نايم. وانت نايم؟ انا يعني واخد وضع كده اديتها الهام الوضع. والله هتعملها له فعلا؟ هتصوريه كده فعلا؟ طب يعني انا عايزه في بلان اون ذا ليست. والله موجود في الخطه اللي جايه ان شاء الله. خلاص يبقى في قمه العاصمه اول ما الصوره تظهر على طول نعرضها هنا. اكسكلوزيف في قمه العاصمه ان شاء الله. طيب في دايما انا بقى طبعا في اسئله دايما بقى بحب ايه اناقش كده. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ الروسيه اتجوزت مصري. انا عايزه بقى السؤال اللي بتاعي دايما وبفاجئ دايما بيكم مشاهدين، ايه بقى اللي جاب القلعه جنب البحر؟ بص حضرتك، هو طبعا كل حاجه نصيب طبعا سبحان الله ربنا بيبقى كاتبها، انما اللي جاب القلعه جنب البحر ان انا اتجهت لمجال الدايفنج من زمان. يعني بقى لي 23 سنه في المجال دوت. بداته الاول في الغردقه وبعد كده نقلت شرم الشيخ. والينا برضو كانت في سياحه روسيه طبعا كبيره جدا في شرم. من الجاليات الكبيره جدا في الغردقه. الجاليه الروسيه من معروفه الروسيه من زمان وهي بتحب مصر. دايما بيبقى فيه افواج ودايما بيبقى على طول لان هم عشاق مرتبطين بمصر. وهو كمان العادات والتقاليد متقاربه جدا. اتعرفنا عن طريق صديقه مشتركه، اتعرفنا على بعض. حسيت ان في هي دي النص الثاني اللي هتكمل بالظبط. لا بصراحه اختيارك موفق جدا الحمد لله، وانا بحييك على الاختيار ده، لان انا طبعا على المستوى الشخصي
انا يعني قعدت معاها كم مره واتكلمنا معاها بصراحه، هي انا بحس انها مصريه معانا يعني. هي تطبعت يعني زي ما انت قلت، خلاص. زي ما انت قلت فعلا عادات وتقاليد مصريه. بالظبط، وده يعني وده اللي شجعني وقربني ان انا اخد الخطوه ديت. انت معانا في الموضوع ولا ايه؟ ايوه فاهم. يعني ماشي انا كده، اصل انا عماله اسال من امبارح كده نفسي يا جماعه ايه اللي جاب القلعه جنب البحر، فانا قلت بقى لازم اساله لك بقى. لا هي الحمد لله طبعا كان نصيب من عند ربنا، وكان والحمد لله الحمد لله. يعني كان خطوه موفقه جدا يعني الحمد لله. تقولي ايه بقى للراجل الجميل ده اللي ساندك وواقف في ظهرك في كل حاجه، في الفن وفي العمل هو كل حاجة. قولي كلمه كده. هو بيساعدني جدا الحمد لله، وبيشجعني على طول. بتديني ثقة في النفس. بيديكي ثقه في النفس والله ما شاء الله. انا هعيط يا جماعه. انا هعيط. انا ببقى سعيده جدا لما بلاقي الحمد لله يا رب نمسك الخشب، مفيش خشب. نمسك الخشب، دي حاجه عندنا كده في مصر. في روسيا برضه. في روسيا برضه. في روسيا برضه. آه. ان ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم، وانا سعيده جدا ان حضرتك طبعا بالروح الجميله دي، وهي كمان حاسه باللي انت بتعمله ده. طبعا بيبقى قمه السعاده ان الواحد بيبقى فيه قابل حلو كده. إلينا سليمان بقى، قولي لنا مره كده وانت بترسمي يعني خطر في بالك حاجه حبيتي تنفذيها وقتي وخدت منك قد ايه؟ يعني الوقت مثلا رسمتي يعني لوحه في نص ساعه، في ساعه، جت خلاص لازم ترسمي دلوقتي لان خلاص خطر في بالك ان انا الصوره دي عجباني لازم اطلعها. خطر في بالك حاجه زي كده؟ زي في اسكندريه مثلا، فاكره شفتي منظر عجبك رحت رسميه على طول؟ في كتير كده، في حاجات كتير. مثلا بعد معرض في بيت السحامي، انا في ارت كده في البوك، في السكتش بوك. انا اصلا كولكت باترنز، عارفه باترنز كده، وفي حاجات كتير. وكمان بعد السكرة في اسكندرية الفيو ممتاز. يعني انت برضه زي ما لسه بنقول بتميل دايما للمناظر الطبيعيه، جدا، سواء بقى بحر، حضاره، صحراء زي ما انت قلتي. يعني اي منظر طبيعي لازم خلاص تحطيه في دماغك ان انت هتصوريه. ومصر ما شاء الله مليانه مناظر ملهمه. هو واضح، ملهمه جدا. هو واضح انها حبها لمصر. هي بتسافر روسيا ولا ما بتسافرش ولا اخدها؟ لا بتسافر طبعا. بتسافر. لا بتسافري؟ انا اصلا انا عندي فاميلي اكيد هناك طبعا وعيله. لا ماما وبابا الحمد لله في الشرم دلوقتي. علشان انا من سيبيريا، بعيد جدا. وهم هم مش ماشيين لوحدهم هناك، يعني ما فيش يعني ايه، بتسافري على فترات متباعده مثلا؟ سافرت طبعا. بس انت كده مصريه، انا حاسه ان ونص مصريه ونص روسيه. معاه بطاقه اصلا. انا عندي بطاقه. لا والله صح، ما انا بعت بطاقه. انا بعت بطاقه فعلا. صح، انا اصلا عندي قلب واحد، نص مصري انت من حبك لمصر. من حبك لمصر الابداع والفن بيظهر في اللوحه بصراحه. طيب احنا اتكلمنا في طبعا معارض، طبعا المعرض اللي احنا لسه شايفينه كان في جاليري لمسات في ارض اللي هي مجمع الاديان. ايه رايك في الجاليري نفسه؟ هل في دعم من الجاليري؟ الدكتوره نرمين طبعا انا عارفه انها طبعا ما شاء الله بتدعم الفن، سواء من كل انحاء العالم. انا بشوفها بنفسي، فن عربي، سوداني، سعوديه، روسي، فلسطيني. كان لسه في مؤتمر فلسطين، فانا بصراحه بحييها من هنا لانها بتظهر المواهب الجميله اللي زيك. قولي كلمه بقى كده لدكتوره نرمين، كلمة أخيرة كده قبل ما نقفل. شكرا جدا الأستاذة نرمين، علشان في حاجات كتير عمل. احنا أكيد هيكون في بينا لقاءات تانية وأحداث تانية، والمؤتمر اللي هيبقى انتوا إن شاء الله هتبقوا نازلين فيه إن شاء الله احنا هنغطيه إعلاميا إن شاء الله، وإن شاء الله هكون معاكم وهنجيبكم برضو هنا تاني يعني، عشان حلقة واحدة مع إلينا سليمان مش هينفع يعني. ده تشرفنا طبعا. طبعا خلصت حلقتنا مع ضيوفنا الجمال دول ان الوقت يجري بسرعه جدا. وان شاء الله يكون يوم جميل، والى اللقاء.